مثقفين الحقيقة يعني. محمد اللؤ. حضرتك بصراحة أنا هعلق على هذا الخطاب الصادم للسيد رئيس الجمهورية، واللي كنا ممكن نقبله يوم ما نزلنا يوم 25، يعني نقبله خالص يعني. لكن هذا الخطاب الذي بدأه السيد الرئيس بالاعتراف بالأخطاء اللي قال إنها أخطاء واردة في أي نظام، وقال ولا أحد بحرج من الاستماع للشباب. هذا الكلام إذا ما قيل في 25 كان الناس ممكن تقبله خالص، لأن كان سقف المطالبة مش أعلى من كده. لكن ما حدث الآن إن سقف المطالبة عالي خالص، لأن السيد الرئيس عندما تعرض في خطابه في حاجة جلية واضحة وضوح الشمس، إن السيد الرئيس عندما تحدث في خطابه الصادم واعترافه بهذا الأخطاء الواردة في النظام، لم يعترف مطلقا بأن السادة عناصر النظام وعناصر الحزب الوطني سيحالوا للمحاكمة. الأمر غريب. الأمر الثاني وهو أمر قانوني، وهو أمر يملكه السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإلغاء قانون الطوارئ، ولا يحتاج ذلك إلى تمهيد لإلغاء نص المادة الدستورية. ده كلام قانوني. الأمر الثالث أن الأمر الشرعية الدستورية في عملية التفويض هي كلمة فضفاضة، حيث أن عملية تفويض لا تتعلق لا بحل مجلس الشعب ولا بحل مجلس الشورى ولا بتعديل الدستور. وثالثا اختصاصات الدستورية للسيد رئيس الجمهورية التي لم يفوض فيها محددا، انه مثلا رئيس المجلس الاعلى للقضاء، رئيس المجلس الاعلى للشرطة، رئيس المجلس الاعلى خلافه، ولا ينقص في الدستور المرقع الذي نطالب بتعديله كاملا الا انه يكون رئيس اتحاد الكوره. امر غريب جدا في الدستور المصري، نحتاج فعلا الى تغيير شامل وكامل وتام للدستور، ولا نحتاج الى توقيع. الامر اللي بقول معاه بجد ان احنا فعلا بنكتسب شرعيه ثوريه وليست شرعيه دستوريه. شكرا. محمد ابراهيم الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل مصر في